السلام عليكم متابعي قناة عالم نور، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم وانتم في احسن الاحوال، فيديو جديد على القناه اللي كنتمنى من كل قلبي انه ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا كيف ما كتشوفوا. الطبق اليوم غيكون عباره على كسكسو بالتفايه والخضره والحمض الغنمي. صراحه وجدت هاد لا فيديو هذه خصيصا لواحد السيده اللي كلات كسكسو عندي وعجبها بزاف بزاف، وطلباتني انني نوريها الطريقه هكايا فيديو. فداك الشيء علاش اختاريت اليوم ان شاء الله انني نشارك معكم الفيديو، وفي نفس الوقت السيده اللي طلباتني عليه نكون لبيت الطلب ديالها. صافي كيف ما كتشوفوا، فانا المره الاولى غسلته، من بعد صفيته، عاوتاني كنضيف الماء المره الثانيه وكنغسلو هكايا. الا كان هذاك الكسكسو فيه شي حاجه فهي كتحيد، وفي نفس الوقت يعني واخا هو راه كيكون في الباكيه ديالو، وفي نفس الوقت يعني كنبقاو حنايا مرتاحين. من بعد ما كنصفيه مزيان من هذاك الماء كناخذوا هكذايا واحد القصريه يعني اللي كتكون متيسعه، وكنطلقوا فيها هذاك الكسكسو وكنخليوه حتى كيتشرب هذاك الماء اللي غسلناه به. يعني بهذا الشكل هذا تيتشرب الماء، ما كيتعجنش لينا، وكيجيونا الحبات ديالو منفوخين، وكيجينا في الطياب ديالو غزال وساهل، وما كيهزش لينا الطياب بزاف. بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامات، يعني البنات اللي كيكونوا خدامين فما كيشد ليهمش الوقت، يقدروا يكتفيو فقط غير بجوج ديال التفويرات، فهو كيجي غزال وكيجي زويون بزاف وكيجي الحبه على اختها. صافي من بعد ما تشرب ليا هذاك الكسكسو هذاك الماء كله اللي درت فيه، وكيف ما كتشوفوا نشف، كناخذ واحد الكاس ديال الزيت المائده وكنخويه فوق من هذاك الكسكسو، كنبقى كنطلقو بشويه كيف ما كتشوفوا، كنبقى يعني كنفكو، ما كنخليهش هكذايا بهذا الشكل هذه وبهذه الطريقه. كنضمنوا ان الكسكسو ديالنا ما كيتعجنش لينا بصفه نهائيه، يعني واخا غسلناه ما نخافوش منه، حيت ملي كنلبسوه بهذيك الزويته فهي كتخلي لينا الكسكسو يبقى قابض في راسو، يعني ما كنخافوش عليه وما كنخافوش منه، كيجينا الحبه على اختها. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نستمر كنحل الكسكسو. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي معايا، يعني كيجي صراحه زوين بزاف. يعني غير دابا هانتوما شوفوا الحبه مازال ما تفور، شوفوا الحبات ديالو كيفاش رجعوا. صافي هنا كنكون خديت البرمه اللي درت فيها الماء كيسخن. صافي من بعد ما يعني غلا ليا هذاك الماء غادي ناخذ الكسكاس ديالي، غادي نحط فيه الكسكسو وغادي نشعل عليه البوطه وغادي نخليه يتفور. بالنسبه للخضره فانا ما غاديش نديرها في البرمه، وانما غنديرها في كوكوط، غادي طيب ليا على الخاطر ديالها وعلى القاعده كيف ما تنقولوا. هكذا غادي نضمن انه الخضره ما تهرسش ليا. صافي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نخليه كسكسو غادي يطيب. هانتوما انا حطيته دابا كيفور، غادي نغطي عليه وندوز باش نوجد الخضره اولا المريقه اللي غادي نسقيو بها كسكسو. هنايا بالنسبه للخضره فعندي الكورجيط اولا قرعه خضراء، عندي خيزو، عندي هنايا الزبيب اللي رطبته في الماء، عندي الحمص يعني تاخذوا القياس اللي بغيتو د الحمص، وعندي القرعه حمراء اللي انا كنحماق عليها في كسكسو، عندي هنايا اللحم الغنمي، وعندي ليشو اولا المكور، عندي طريفات ديال القرعه، واحد الحبه ديال المطيشه اللي غادي نوريكم الطريقه. هادو هما السر باش كيجينا المريقه ديال الكسكسو خاتره. وعندي بصله كبيره مقطعه رقيقه، عندي العطريه ملحه، ابزار، شويه ديال التحميره، سودانيه، سكينجبير، القرفه والخرقوم. صافي هادو هما، هادي هي العطريه اللي غادي نخدموا بها. كيف ما كتشوفوا في كوكوط انايا درت البصيله، غادي ندير هذيك اللحيمه ديال الغنمي معاها باش غادي نشحرهم هكذايا، غادي نضيفوا عليهم هذيك العطريه ديالنا، ومن بعد غادي نشعلوا عليهم البوطه باش غادي يتشحروا. صافي كيف ما كتشوفوا دابا ها هما غادي يبداو كيتشحروا ليا. ها نتوما ها الكوكوط ديالنا من بعد ما تشحرات صافي غادي ناخذ هذيك الخضيره غادي نضيفها هنايا في الخضره. فانا اكتفيت فقط بخيزو وبالقرعه خضراء ولا كورجيط والقرعه حمراء، يعني هادو هما الخضار اللي غادي نستعمل في هذا الكسكسو هذا. صافي من بعد ما ضفت هذيك الخضره غادي نحرك وغادي نضيف القياس الحمص اللي بغيت. صافي كيف ما كتشوفوا وغادي نمرق. هنايا بالنسبة للماء كندير شوية الماء دافي باش الخضرة دغيا كتغلى ليا، وفي نفس الوقت يعني ما كيجينيش خيزو قاصح، وبالزربة يعني الكوكوط ديالنا كطيب. صافي كيف ما كتشوفوا فانا غادي ندير القياس ديال الماء اللي غادي يكفاني باش غادي نطيب هاد الخضرة هادي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ضفت الماء الكافي فانا ضفت حتى هذاك المكور اولا ليشوك ولا واحد شنو تيقولوا. صافي سديت الكوكوط وخليتها كطيب على الخاطر، ودزت هنايا درت في كاسرونه اولا في
طنجره صغيره، درت البصله اللي درتها كتشلض، شلطتها ودرتها كتشحر عفوا، ومع شويه ديال الملحه والزيت. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت الهاشوار اللي درت فيها ديك الحبه ديال المطيشه وهذيك الحبات ديال القرعه الحمراء وشويه ديال القزبر والمعدنوس، طحنتهم باش غادي نضيفوهم على المريقه ديالنا. هما السر باش كتجينا المريقه خاتره. صافي هنايا الكسكسو ديالي من بعد ما فورته التفويره الاولى كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ واحد الكاس كبيره ديال الماء وغادي نضيف فيها معلقه ديال الملحه وغادي نرش بها هذاك الكسكسو ونبقى كنحل فيه بشويه بشويه. هانتوما كتشوفوا صافي غادي نبقى كنضيف بحال هكايا يعني تقريبا كل فوره فورت فيها هذاك الكسكسو فانا كنضيف 2 كيسان ديال الماء. صافي هذا هو القياس اللي كنضيف حيت كنت شربته من قبل ما نطيبو، شربته مزيان يعني. وانا كنفورو ما كنضيفش ليه الماء بزاف. هذه هي الطريقه باش كيجيني كسكسو ما معجنش. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هكذايا غادي يعني راه الحبات ديالو مطلوقين يعني ما كنضطرش انني ياخذ ليا بزاف د الوقت وانايا كنشوفو معقد قدامي ولا شي حاجه. فبهذا الشكل هذا كيجي زويون. صافي هنايا من بعد ما تشحرات ليا البصله اللي كنت ضفت ليها القرفه وضفت ليها نفس العطريه اللي انايا درت في الكوكوط، يعني شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الملحه، الابزار تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش، وفلفله حاره شي شويه ضروري. صافي وكنضيفو هنايا الزبيب اللي كنت رطبت من قبل. صافي غادي نخلي هذيك يعني البصيله ديالي مع الزبيب غادي نخليهم كيتشحروا مزيان وتزيد البصله تهبط لينا باش هكذايا غادي تجينا زويونه وتجينا معلكه هذيك البصله ديالنا. بهذا الشكل هذا كنضمنوا التفايه ديالنا كتجينا معلكه ومعسله. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت ليا الخضره هذاك ليشو مع خيزو مع اللحم فانا كنضيف ليه ديك الكورجيت اولا قرعه خضراء صافي حيت هي ما كتهزش الطياب يعني كنخليوها حتى الاخير باش ما كتفرتش. هنايا هذيك هي يعني السر ديال الختوريه ديال المريقه ديالنا كما قلت لكم. هذيك المطيشه اللي ضفت اللي طيبت هي وهذيك القرعه وشويه ديال القزبر ومعدنوس طحنتهم وضفتهم باش يختروا ليا المريقه ديالي. صافي من بعد كنضيف القرعه حمراء وكنخلي كلشي كيطيب على الخاطر ديالو. صافي هنايا غادي غنغطي على الكوكوط وغادي نخليها كطيب وندوز نحط كسكسو المره الثانيه كيف ما كتشوفوا. هانتوما شوفوا راه يلاه حطيته يعني شو كيجي رائع جدا. صافي هنايا كنضيف ليه يعني من بعد ما حليته صافي كنضيف القياس ديالي ديال الزيت. يعني هنايا انا ضفت زيت البلديه اولا زيت الزيتون تقدروا تضيفوا لا عندكم تقدروا تضيفوا غير زيت عاديه اولا السمن اولا الزبده شنو ما كان عندكم ولا زيت المائده. صافي كنضيفوا القياس ديالنا اللي بغينا. انا ما كنزيتوش بزاف باش كيجينا زويون وكيجي في نفس الوقت يعني ما كيقهمش. هنا المريقه ديالنا شوفوا كيفاش كتجي خاتره وهذه هي يعني التفايه ديالنا من بعد ما طابت ووجدات شو كتجينا معلكه وكتجي واقفه في الزويته ديالها. وهذا هو الكسكسو من بعد ما حطيته وبرد. شوفوا كيجيك شو الحبات ديالو كيجي الحبه على اختها كيجي زوين بزاف ما كيجيناش فيه هذوك يعني دوك العقيدات اللي كيكونوا هكذا معقدين. كيجينا غزال كيجينا صراحه كسكسو زوين. مهما نشكر لكم تجربوه وديك الساعه غادي تعرفوا علاش كنهضر. هنا الخضيره ديالنا كنحاولوا كنحطوا الخضره بطريقه يعني كل وحده كتحط بالطريقه اللي كتريحها كيف ما كتشوفوا هنايا. صافي كنبقى نضيف الخضره وكنستفو. تبارك الله راه كلشي كيعرف يستف الكسكسو اولا كل وحده والطريقه ديالها كيفاش كتحط الخضره فوق الكسكسو. نصيحه اخيره هي دائما نديروا خضره بزيت حيت اغلبيتنا كياكل الخضره اكثر من الكسكسو. يعني هذا هو اللي نقدر نقول لكم. هذه هي الطريقه ديالي. هذا هو الطبق ديالنا اليوم. كنتمنى انه السيده اللي طلبات مني الكسكسو طلبات مني الطريقه فاش كلاتو كنقول لها ها هي بصحه والراحه وكنتمنى انه ينجح معاك وان شاء الله الا تبعتوا كاع المراحل فكونوا متاكدين انه الطبق ديالكم الكسكسو غادي يجي هو هذاك ويجي غزال. خصوصا انه فيه البنه ديال الحمض الغنمي يعني كيجي مغاير تماما ملي كنضيفوه ليه صراحه كيجي يعني فيه البنه خطيره. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا كنديروا هذاك المكور الطريفات ديالو في الجنيبات من بعد ما حطينا الخضيره ديالنا وحطينا هذيك اللحيمه. صافي هنايا غادي نبقى عاوتاني كنحط مازال الحمص اللي عندنا. هانتومايا هنايا تقدروا انكم تضيفوا الحمص تقدروا انكم ما تضيفوهش يعني كيبقى اختياري. كان غادي نديروه ما كانش فكنكتفيو فقط بالكورجيت وخيزو
وهذيك الدغبيره هذيك عفوا هذيك التفايه ديالنا، فكيجي خطير بهم يعني هاد الخضرات هادو مع التفايه كيجيو زوينين بزاف حتى همايا. يعني الحمص فقط كيبقى اضافه بالنسبه لي انا، كيبقى فقط اضافه. هنايا كما كتشوفوا قرعه حمراء اللي ضروري، يعني ما يمكنش كسكسو يكون وما تكونش فيه القرعه حمراء. وهنايا فوق من اللحم كنضيفوا التفايه ديالنا اللي كتجي زوينه بزاف. هانتوما شوفوا اللون ديالها، شوفوا يعني كي جايه واقفه في الزويته وجايه ديك البصله طايحه، يعني كتجي بنينه وبزاف عاد. كنتمنى انه طبق اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وكنقول للسيده بصحتك وراحتك. ها هي الطريقه ديالي في الكسكسو. صافي اخيرا ضفت ليه اللوز مهرمش، وكنقدموه مع المريقه ومع اللبن كيما ما مولفين. شكرا لكم، شكرا لكاع الناس اللي كتشجعني. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، والى فيديو قادم.